في الشرق الأوسط إن دول الخليج جابوا ترامب والرئيس السيسي ما كانش موجود. بس الرئيس السيسي ما كانش موجود ليه؟ عشان الرئيس السيسي الوحيد بس اللي طلع وقال لا في قناة السويس إن السفن تعدي، السفن الأمريكية الحربية أو المدنية الأمريكية بدون جمارك. الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج قال لا. في قضية التهجير الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج قال لا. الدول التانية اما جابوا ترامب ركبوه طياره بكم مليار او مليون، جه اخد كام شوال فلوس من دوله السعوديه على دوله مش عارف ايه. اما الرئيس السيسي ما كانش موجود. ما كانش موجود ليه؟ ما هو مش مهضوم يا باشا. مش مهضوم ليه؟ عشان الراجل الوحيد اللي بيدافع عن القضيه الفلسطينيه، عشان الراجل الوحيد اللي في القمه في بغداد طلع قال مفيش سلام حتى لو طبقوا مع جميع الدول العربيه، عشان هو الوحيد فعلا اللي واقف. ادعم بلدك وادعم رئيسك، خليك في ظهر رئيسك. حبوا الرئيس، حبوا الجيش. الجيش عامل مجهود جبار يا جماعه والله العظيم، والرئيس عامل مجهود جبار. ادعم بلدك، ادعم جيشك، ادعم رئيسك. اكتب في الكومنت اضعف الايمان تحيا مصر يحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا مش عاوزين نسمع الخبر ان دونالد ترامب جه المنطقه واخد شويه فلوس او عمل ايه مش عارف ايه واخدهم وخرج وكان على خلاف مع النتن مع رئيس وزراء الكيان. دي لعبة يا باشا، لعبة بيلعبوها علينا. اصحى وفوق للعبة اللي بيلعبوها علينا. الناس دول لعبوا علينا كتير، عاملين خطة. خلاص الخطة انتهت ودلوقتي بدأوا يرجعوا تاني يفكروا في موضوع التهجير. برضه اللي هيقفوا ويتصداهم الجيش المصري ورئيس عبد الفتاح السيسي ومفيش الا هو. في ناس كتير هيقول لك الرئيس المصري مش مهتم قوي بالقضية. مين قال لك يا باشا كده مش مهتم بالقضية؟ كل خلافاتنا معاهم بسبب القضية الفلسطينية اللي محدش يعرفه. احنا معانا رئيس قوي، احنا معانا جيش قوي يحيى الرئيس عبد الفتاح السيسي. ادعم رئيسك. احنا في ظهرك يا ريس، احنا في ظهرك يا ريس، وهتفضل رئيسنا لحد ما نموت يا ريس رغم عن انف الحاقدين. واي حد يزعل يزعل، السيسي رئيس وهيفضل رئيسنا طول عمرنا بعون الله، وهننجح وهنعدي كل الصعوبات وناجحين ناجحين. حب بلدك وحب وطنك. وطنك ده عايش فيه اهلك، امك وامي واختك واختي. حب وطنك، الوطن غالي. ما تبقاش كده. اوعى تسمع كلام حد يضلك ولا عقل يضلك. خلي عقلك كبيرك وفكر دقيقه واحده في حياتك، هتلاقي ان الرئيس والجيش ماشيين صح. كلنا عارفين خططهم والخطط والمدبرات اللي عاوزين يدبروها لمصر. بس بعون الله محدش هينجح، بعون الله محدش هينجح ولا حد يعرف ياخد خطوه معانا لقدام. احنا اللي هناخد خطوه لقدام عشان احنا اقوياء. السلام عليكم.